في هذه الظروف اللي ما نبالغش ونقول أنها صعبة، في هذه الظروف وفي وقت بدأ فيها البعض يتحدث عن تأخير موعد الانتخابات، أعلنت الحكومة أمس إلى حل توافقي مع الهيئة العليا للإصلاح السياسي. الهيئة هذه موكول لها عديد المهام، ومن أهمها بلورة قانون انتخابي اللي باش نسيروا على أساسه للانتخابات القادمة. إذن توصلت الحكومة إلى حل توافقي مع هيئة الإصلاح السياسي في خصوص هالقانون هذايا، وبصفة خاصة في خصوص البلد ال15 اللي يتعلق بمسألة الاستثناءات من الترشح. مانيش باش نتكلم على القانون الانتخابي ولا على الفصل ال15 لأنه أسال حبرا كثيرا وأثار جدلا كثيرا. نقول فقط أن في الحزب الديمقراطي التقدمي نعبر على ارتياحنا العميق لهذا الاتفاق، لأنه خلينا نذكروها لا خيار أمامنا اليوم إلا للتوافق، لا خيار لتونس إلا للتوافق. وأتمنى بل وسنسعى في الحزب الديمقراطي التقدمي أن يكون هذا الاتفاق إذانا بتسريع وتيرة التحضير لانتخابات 24 جويليا. التسريع بالانتخابات هذه وتسريع الوتيرة بانتخاب الهيئة المشرفة اللي باش تشرف على الانتخابات. لأول مرة في تاريخ تونس ما هيش وزارة الداخلية اللي باش تشرف على الانتخابات، وإنما هيئة مستقلة باش تضمن لنا أن الانتخابات هذه تكون عندها مصداقية وتكون شفافة حقيقة. أعلن التزام الحزب الديمقراطي التقدمي بقواعد التنافس النزيه في كل مراحل العملية الانتخابية، وأدعو مرة أخرى إلى تحييد الإدارة والقطع مع زمن الشعب المهنية، وإلى عدم إقحام الدين في اللعبة السياسية، وإلى تحصين بيوت الله من ضد الدعاية السياسية والانتخابية. وأسجل أيضا وبكل إيجابية ما جاء في القانون الانتخابي من تجريم للتمويل الخارجي، وألتزم أمامكم باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي عارض دائما تدخل المال الأجنبي في النشاط الحزبي والجمعياتي، ألتزم بأن تكون مالية حملتنا الانتخابية شفافة مصدرها المال الوطني ومنبعها دعم التونسيين والتونسيات. وأعلن أيضا انخراط الحزب الديمقراطي التقدمي في الدعوة لميثاق ديمقراطي يجمع كل الأطراف المتنافسة ويلزمنا اعتباريا بالدفاع عن قيم الجمهورية والعدالة والحرية في المجلس التأسيسي، ولكن يلزمنا أيضا ومن الآن باحترام شروط التنافس النزيه والديمقراطي. وكلما التزم الجميع وكلما أوفى بالتزامه ميدانيا كلما سادت الطمأنينة وتكثفت مشاركة المواطن. والمشاركة مرة أخرى هي الكلمة المفتاح، الكلمة السر في نجاح الانتخابات القادمة. لذلك أدعوكم أخواني أخواتي إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات المصيرية، فأنتم أصحاب القرار في تونس ثورة 14 جانفي.